سلام سلام. اليوم جبت لكم رفيس قسمطيني الله الله معطر من السما الورد ولا من الزهر بالعسل الحر والمكسرات. الكل كنتوا طلبتوا مني الوصفة واليوم راح نعطيها لكم بالتفصيل. نبداو على بركة الله. حطيت 3 كيلات سميد نميديات، اضفت عليهم قرصة ملح، نص كيلة عفوا زبدة. تقدري ديري كيلة زبدة وتزيدي لها نقصي منها 2 صباع وتزيديها زيت وتبسيها ببسست مليح. واضفت نص كيلة ما زهر، انا ما عنديش ماء الورد للاسف، هو يحب ماء الورد اللي عنده ماء الورد. وبسست مليح، حطيته في الفرن. حطيته في بلاطو قبل، حطيته في بلاطو قسمته هكذاك ديكاريك شغل مثقبه، وحطيته في الفرن على درجه 180 درجه يحمر من الفوق والتحت مليح. نحيه كيما راكم تشوفوا، كسرته في القصعه تاعي ومن بعد حطيته في الاشواخ في الرحيوه. رحيت مليح الرفيس تاعي، من بعد حطيته في القصعه في الجفنه وبليته بكيله حليب. تشوفوه كيفاش يزيد وينتفخ، سبحان الله زاكي ربي يبارك، كل مره يزيد انتي تبلي ويزيد. وكنت حاطه القدره تاعي تغلي، حطيته فور مليح زدت رديته في القصعه مره ثانيه وبليته تقريبا كيله اخرى حليب، وخليته زاد انتفخ ورجعته. من بعد بليته بنص كيلة مزهر، ما عنديش ماء الورد، درت مزهر. ديروا مزهر وتفور مليح وزك الله يبارك ولا 3 أضعاف. من بعد درت له نص كيلة عسل الحرة، 4 كيلة زبدة، كيلة مخلطة مكسرات واش يكون عندك. انا درت جوز ولوز وبيستاش، حمرتهم في الفور وكسرتهم خشان هكذاك ودرتهم بسست خلطت كل شيء مليح. تقدروا ديروا السكر في بلاصه العسل، سكر كلاص ولا سكر بنا. ومن بعد طريقه التزيين كما راكم تشوفوا، تاكلوه مع كاس البن ولا قهوه الله الله، عشيوه وشهيه طيبه. الى وصفه اخرى، وهنا حطيت لكم النوعيه تاع السميد.